عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله الاسبوع الجاي كده زي دلوقتي هنبقوا صايمين ان شاء الله السحور يوم الثلاث وبأمر الله يعني من غير مقاطعة. والصيام ان شاء الله هيبقى يوم الاربع بأمر واحد احد ان شاء الله، يعني على ما اعتقد يعني ان هو الصيام يوم 18، فالسحور ان شاء الله هيبقى يوم 17 بأمر الله. كل سنة وانتم طيبين بقى، جاهزين بقى لرمضان. على ما اعتقد السنة دي روعة. صيام بقى رمضان جاي في السقعة وجاي. المغرب هتقدم بدري. انا عايزه اقول لكم كمان ان بعض ولادنا احنا اللي هم بقى في الثانوي بالذات اللي بيعملوا الاستاج ده اكترهم هيفطروا في الشارع يعني. انا عن نفسي ابني هيبقى ان شاء الله كده 3 ايام في الاسبوع يعني، واخد العصير معاه في الشنطه ويقعد يكلمني يا ماما اشرب اشرب يا ماما دلوقتي اشرب، يقعد يعمل لي كده يعني زي السنه اللي فاتت. فالله يعني كل واحد على حاله، ويعين ولادنا يا رب في الدراسة ان شاء الله كده وهم صايمين، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتهم كده، وان شاء الله يبقوا متفوقين بأمر الله، وتبقى حاجة حلوة عليهم يكونوا صايمين كده بأمر الله وهم بيدرسوا ان شاء الله كده يبقوا من الناس المتفوقة. النهارده بقى الفيديو يا بنات عن الصيام. عن الصيام بالذات للاطفال اللي هم في الابتدائي، تمام. اللي في الاعدادي عادي ممكن ما يحصلش مشاكل وما بتبقاش فيه كلام كتير في المدارس. ممكن بعض المدارس بيعلقوا على على العيل اللي بيبقى صايم ويقولوا له مثلا ايه، انت صايم لوحدك او مامتك وباباك مخليك تصوم. فطبعا العيل اوريدي في الاعداديه ما شاء الله قوه الا بالله بيقدر يتصرف معاهم، او بمعنى صح تبقى اهله في البيت معينه مثلا تقول ايه، او بمعنى صح حياتك بتبقى خاصه، حياتنا تبقى خاصه، ما ينفعش تتحكي بره وكلام زي ده. تمام. احنا بقى نتكلم بما ان حصل طبعا السنه اللي فاتت مشاكل كتيره جدا بسبب الصيام في المدارس الابتدائي يا بنات. في الابتدائي اللي هم بقى بيبقوا مثلا اولى ابتدائي تانية ابتدائي تالتة لحد سنه خمسة. السنه اللي فاتت يا بنات بجد فعلا يعني اطفال كتيره صامت، وكان من ضمنهم اطفال في اولى ابتدائي وكانوا صوموهم. وكانت الطفله وقت الماريندا، وقت اللي هما مثلا كانت الساعه 9 بتبقى 9 ونص 10، معرفش الساعه كام بيعملوا الماريندا في المدرسه. طبعا كل زمايلها في الفصل بدأوا يطلعوا الاكل بتاعهم عشان ياكلوا، وهي قعدت تعيط. فجت المدرسه سألتها وقالت لها انتي ما بتاكليش ليه؟ قالت لها انا ما اقدرش اكل، والله هذا حصل، والله انا ما اقدرش اكل، لو اكلت ماما بابا هيضربوني. تمام. طبعا هنا في اللحظه دي طبعا الاهل وصلوا الكلام للسكرتارية على طول، وطلبوا من السكرتارية ان هم يكلموا اهل البنت ويجوا المدرسة فورا في نفس الوقت. جاهم اهل البنت وقالوا انتوا ازاي مثلا بنت زي ديت في اولى ابتدائي بتصوموها وتقعد لحد الساعه 4 ونص في المدرسه وهي ما تاكلش، وهيجي وقت المنسى وهم هنا بيعملوا كده عشان تبقوا عارفين. بس حتى لو هم بيشيلوا ذنب العيل مش بيفرق معاهم حاجه. وقت المنسى بياخدوا العيل، ان طبعا الفصل بتاعه هينزل منسى، هياخدوا العيل هيقعدوه في وسط الناس اللي الاطفال اللي بتاكل وهو ما بياكلش، بس بيقعدوه ملهمش دعوه. يا يقعدوه في وسط الاطفال وهي بتاكل، يا اما وقت المنسى بتروحي تاخديه وتروحي البيت وتجيبيه الساعه 2 ونص تاني علشان يرجع المدرسه، علشان خاطر يبدا ان هو يدرس الجزء التاني لحد الساعه 4 ونص. بس فكان اهل البنت جاهم فعلا المدرسه وحصلت مشاكل كبيره جدا في المدرسه، وانتوا ازاي بتعملوا كده، والبنت بتدوخ والبنت تعبانه والبنت مش قادره تكمل اليوم الدراسي بتاعها. حصلت مشاكل كتيره، وكان في وقتها اب عنصري وقعد يقول لهم احنا عاداتنا وتقاليدنا والدين ومش الدين. طبعا يا جماعه الناس دول ما يفهموش الكلام ده. ما ينفعش انا اروح اقول قال الله وقال الرسول الناس ما تفهمش فيه اصلا يعني. ما ينفعش انا اقول ربنا والرسول بيقول لناس ما يعرفوش مين ربنا ومين الرسول بتاعنا، ما لهمش دعوه. هم ليهم ربنا بتاعهم اللي بيقول لك النصر والدي اللي هو على عيسى عليه افضل الصلاه والسلام، واحنا بالنسبه لنا ربنا هو واحد اللي فوق ومفيش غيره، والرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وبس كده. هم الكلام ده ما يعرفوهوش. هم ما ينفعش احنا طبعا هنا نتكلم معاهم بقال الله وقال الرسول، ما ينفعش. طبعا انا بفضل ان الاطفال الصغيرين دول يعني تصوموهم سبت وحد. تمام. وطبعا الايام اللي هم مش بيصوموا بيها فيها ديت عشان يعني انتوا ما تشيلوش ذنبهم ولا هم يشيلوا ان ذنب نفسهم، تزكوا عليهم. زكوا على الايام اللي هم مش بيصوموها لحد لما ربنا ان شاء الله يكرمهم ويكبروا ويبقوا في الاعداديه، يبقى بعد كده عوضوا لهم الايام ديت سبت وحد. لكن دلوقتي هم عندهم ظروف، احنا عندنا ظروف هنا في بلد مش بلدنا، وفي بلد ما هياش فيها اصلا اسلام. ما ينفعش انا افرض الاسلام بتاعي على بلد في دوله ما فيهاش اسلام، واوريدي هم اصلا دلوقتي كارهنا
واقسم بعز جلاله كارهنا. حتى لو انت بتقولي من فضلك ولو سمحت ما تتكلموش بقى على جزء الطلاينه اللي هم محترمين ومؤدبين اللي اسلوبهم كويس اللي ما بيحبوش يعملوا مشاكل. ده يعتبر 20% من الطلاينه محترمين، لكن بعضهم عندهم نسبه عنصريه مش عند حد. تمام. طبعا احنا في مننا اللي بيقدر يبلع ريقه ويقدر يكمل معاهم، وفي اللي هو بيبقى اعصابه بتفلت منه ما بيقدرش يتحمل وبيطلع فيهم طبعا بالطريقه اللي هم بيتكلموا بيها او بالاسلوب اللي هم بيتكلموا بيه. اوكي. بس فطبعا الافضل يا بنات، انا بقول لكم بما ان في واحده كلمتني قالت لي هاجر اطلعي اتكلمي على الموضوع ده مهم جدا، ان السنه اللي فاتت حصل مع بنتي 1 2 3. طبعا انا عارفه ان انا عندي طبعا في ابتدائي وفاهمه وعارفه، وشفت المواضيع دي حصلت فعلا السنه اللي فاتت. وكانت برضو واحده في الابتدائي، يعني كانت في رابعه او في سنه 5، برضو هذا الموضوع حصل معاها. وبرضو البنت قعدت تعيط ومبقتش تكمل اليوم، وعايزه تاكل وخايفه تاكل بسبب مامتها. هم قدروا يتواصلوا مع مامتها في التليفون، ومامتها قالت لهم لا اكلوها. بلاش نحط نفسنا في مواقف ملهاش 30 لازمه، بلاش نحط نفسنا في ضغوطات وحشه، بلاش تحطي نفسك في مشاكل مع ناس عنصريين ممكن يأذوكي في بنتك. وممكن في اللحظه دي تكون المدرسه عنصريه تقدر تجيب لك السيرفيسيو استشاري على طول المدرسه. اوكي. يجي السيرفيسيو استشاري اللي هو تبع الحكومه، البنت بقى قدام منهم منهاره وبتعيط، وهم ليهم دخل الاطفال بطريقه ما اقولكمش. ليهم دخله يا حبيبتي. وتعالي بقى بالايطالي فيني كوا sta tranquilla andrà tutto bene non ti preoccupare parli dirgli tutto non facciamo sapere ai tuoi genitori non dobbiamo dire niente ai tuoi genitori dirgli tutto devi stare tranquilla. ويروح يجيب لها بقى بسكوت وشوكولاته ويدحلبوا العيل، وتلاقيهم العيل طبعا يعني ما هواش فاهم حاجه، مش فاهم بقى هو بيتكلم مع الناس هتأذيه وتأذي اهله ولا لا. هيقعد يتكلم اه ماما بتضربني بقى، اه بابا بيضربني عشان لو ما صمتش، اه بابا بيعمل، اه بابا بيسوي. لا يا بنات، لو انت عاوز ابنك او بنتك تصوم شهر رمضان كامل، روح بقى اعمل غياب لبنتك شهر كامل من المدرسة، وقول لهم ان انا بنتي هتقعد في البيت شهر كامل مش هتروح المدرسة. اطلبي بقى اي سكوزه بقى، يعني دور لهم على اي عذر بقى انت بقى اللي او انت بقى لبنتك تقضي شهر رمضان في البيت، بحيث ان ما يحصلش مشكله لبنتك وما تضريش بنتك وما تحطيش نفسك في ضغوطات انت مش قدها مع ناس بيدوروا على ابره عشان ممكن يوقعوك بيها. اوكي. بالذات دلوقتي يا بنات، دلوقتي المدارس والله العظيم اكتر البروفات والمدرسين بقى عندهم كمية عنصرية مفيش بعد كده. ما في حد بيسلك معاهم غير بقى المصري اللي لسانه طويل اللي يقدر عليهم ويعرف يخش بالطريقة القذرة اللي هما بيتكلموا بيها. بس هو ده انا اقدر اقوله لك. اي حد غلبان مصري ما بيعرفش يتكلم كمان ايطالي هياكلوه. ودي المصيبة ان اكتر البنات هنا جايين اللي بقالها 4 سنين 5 سنين ما بتعرفش تتكلم ايطالي كويس يا بنات، وجوازاتهم يعني طبعا في شغلهم مش كل شويه الراجل هيسيب شغله ويروح يجري ورا المدرسه يشوف فيها ايه. فما نحطوش نفسنا في ضغوطات ومشاكل ملهاش لازمه. ومش عايزه اخ يطلع لي دلوقتي في الفيديو ويقول لي لا انا مش معاكي ومش في رايك. انت مش معايا في رايي، حياتك تقدر تطلع من الصفحه، تطلع من الفيديو، ما تتفرجش للفيديو ولا تشوف الفيديو. انا بقول الكلام ده ولا بقول فيه حرام ولا حلال، ولا دخلت فيه الحرام ولا الحلال. تمام. عارفه ان الاجباري اللي عيل من 6 سنين يصوم، عارفه ان هو لازم يصلي، عارفه الحاجات دي كلها. الكلام ده كله بقى في بلدي، في اي بلد عربيه، مش في بلد اوروبيه فيها الخراب وفيها ان هم بيعملوا المستحيل ان هم ياخدوا منكم ولادكم. المستحيل بيعملوه. ان للاسف اكتر الاماكن اللي هنا اللي هي كذا اللي هي دي فاميليا اللي هم بيبقوا بياخدوا فيها الاطفال، واقسم بالله هم بيبيعوا الاطفال، بيبيعوا ولادكم. ما تحطيش نفسك في ضغوطات انت مش قدها او انت مش قدها. بلاش نحط نفسنا في مشاكل احنا مش قدها، بلاش. فطبعا يا بنات الكلام بتاعي دلوقتي ما فيهوش ولا قال الله ولا قال الرسول. تمام. ولا قلت الدين بيقول ايه ولا قلت الرسول بيقول ايه. دلوقتي احنا بنتكلم في قوانين. دلوقتي اللي انا الكلام اللي انا بكلمه لكم دلوقتي هو كله قوانين، قوانين وقواعد الدولة للاسف. اي نعم القوانين وقواعد الدولة ضد الاسلام بتاعنا خالص، يعني اكيد هم عمرهم في حياتهم ما هيبقوا واقفين جنب مننا، ولا حتى ان هم هيدعمونا ان احنا نقدر ان احنا مثلا نصوم ونصلي، او بمعنى اصح
هيبقوا فرحانين ان احنا مثلا بناخد اراضي جديده بنعمل فيها جوامع او الحاجات دي كلها. لا، هما بينتقدوا فعلا، بينتقدوا. وانا ليا اصحاب طالعين هنا ومصاحباهم وبسمعهم بوداني وهما بينتقدوا، بيقولوا شوفوا انتوا في الاعياد بتاعتكم البوليس كله بيبقى محوطكم وحارسكم ومديكم ارضنا تعملوا فيها حفلاتكم. بيبقوا متضايقين، مش فرحانين ان انت في يوم عيدك بتاخدي جزء من ارضهم بتحتفلي فيه. هم دول مش كل الطلاينة عنصريين وبتتقال في وشي، يعني هي اصلا بتتقال في وشي. طبعا هو بقى علشان خاطر يعني ملهاش لازمه المشاكل معاهم. انا ببص لهم كده وبقول لهم ماشي، روحوا اتكلموا مع الكومونه وقولوا للكومونه ما تديهمش ارضكم تاني، ان احنا ما بناخدش ارضكم ببلاش. الكومونه لو بتدي جزء من الارض ان اي حد عربي يحتفل فيه، فالكومونه بتبقى واخده فلوس مننا. الكومونه ما بتديش حد حاجه ببلاش. فهم اوريدي، يعني بصرف النظر بقى عن الكلام كله، ان هم اوريدي بعضهم معترضين وبيبقوا مستغربين ازاي. مش عايزاكم تنسوا ان هم عيالهم مع اولادكم في المدارس، ان اكتر الطلاينه طبعا مع عيالكم في المدارس بيروحوا يحكوا لاهاليهم، وبيبقى ده حديث اليوم. لما عيل بقى من الطلاينه يروح يحكي لامه ده النهارده حصل في الفصل كذا كذا كذا، فما شاء الله يبقى حديث اليوم ده. شفتوا المصريين عملوا ايه؟ شفتوا ميا بوفرينو شو يخلوه ياكل، ما كوم سي فا سنسا بيري، ما كوم سي فا ستاري سنسا اكوا. هو ده اللي بيتقال، اللي بيتقال قدامي اصلا يعني. ما شرفعتي ما بوفري بامبيني، انا النهارده موقفين يعني انت هتصومي امتى؟ ان شاء الله يوم الاربع. ولالك وبامبيني؟ قلت لهم مش البامبيني دي الراجاتسي، مش بامبيني، فين هم البامبيني راجاتسي. ولا بيكولا، انا معايا طبعا طفله صغيره يعني في ابتدائي. قلت لهم لا، لا بيكولا لا، بتصوم في الاجازات وبتجرب مع اخواتها، بتبقى عايزه تقوم تتسحر زيهم وتصوم زيهم، وبنسيبها تصوم لو كملت اليوم بنسيبها تكمل، وهي حابه وهي طالما عايزه تعمل كده بنخليها تكمل اليوم وتكمل، ما فيهاش اي مشكله. احنا متعودين على الصيام، والصيام صحه والنهارده قعدت اتكلم معاهم كده وقلت لهم على فكره الصيام صحه، وعلى فكره كمان يقدر يخليكي تخسري وزنك، يقدر يخليكي ان انت اجزاء يعني كل اعضاء جسمك بتتنضف مره شهر واحد في السنه. فهم قعدوا فيرو فيرو قعدوا يعملوا لي كده النهارده في اراجوني اراجوني فيرو دي فيهم بروفاري برو نوي. يعني قصدهم هما بقى يعني المشكله بالنسبه لنا هي الميه، ان احنا ازاي هنقدر نقعد من غير ما نشرب ميه كده، يعني كلام تتكلمي معاهم فيه وبنفس الوقت ما تصدهمش فيه. ولاد الشباب هيصوموا، هيصوموا الشباب الكبار هيصوموا، هيصوموا. ما عندناش مشكله ان هم يصوموا متعودين، واحنا بنصوم، احنا في بلدنا واحنا عندنا 6 سنين. قعدوا لك انك زابيلا كسي بطواطا، طبعا ده دينك واسلامك ولازم تحترميه. قلت لهم طبعا احنا طبعا بنحترم ديننا واسلامنا وكلام من ده. هو ده الرد اللي ترديه للناس اللي بيعرف يتكلم. لو بتعرفي تتكلمي هتقولي الكلام ده، مش هتعرفي تتكلمي ما تخشيش في حوارات معاهم. الافضل هيغوطوا معاكي وممكن يغلطوكي في وسط الكلام. بس للناس اللي تعرف تخشي معاهم في الكلام، خشي معاهم في الكلام واتكلمي. مش هتعرفي تخشي معاهم في الكلام، بلاش تخشي معاهم في الكلام وخلاص على كده، وكلمتين وخشي بعدك وتشيري بس. فطبعا عشان احنا برضه ما نطلعش من الموضوع بتاعنا، فيا بنات انا والله العظيم اللي بتوعيكم فيه بالذات للبنات اللي هم لسه جايين جداد ايطاليا، اللي هم بقى لهم سنتين 3 4 سنين في ايطاليا. في ناس كتيره جدا جت السنه دي او السنه اللي فاتت جداد ما يعرفوش الموضوع ده. بلاش تعملوا الموضوع ده عشان ما تؤذوش ولادكم، بلاش تعملوا الموضوع ده عشان ما حدش في المدرسه يعلم عليكم، بلاش تديهم فرصه ان هم يمسكوا ابنك ويقعدوا يجاوبوه في الكلام ويخلوه يقعد يتكلم في حاجه هو يا عيني ما يبقاش فاهم هو بيقول ايه. انا حبيت اطلع اوعيكم وحبيت اعرفكم ان للاسف مش كل حاجه احنا عايزين نعملوها في بلد مش بلدنا. زي ما انا قلت لكم تقدري انتي تطلعي فلوس صدقه لابنك او بنتك لو مش بيصوم، طلعي لهم صدقه لحد ما ان شاء الله يجي السن القانوني بتاعه ان هو يقدر يصوم فيه. وتقدري ان انت تصوميه سبت وحد، تقدري تصوميه اثنين وخميس، تقدري تصوميه اجزاء من ايام الاسبوع، تقدري تصوميه في الاجازه، تقدري تصوميه في بدايه الشتاء لما المغرب بيأذن الساعه 4:30. تقدري تعملي اي حاجه وتفهميه ان دي ايام عليك وديون عليك لازم تقضيها، وهو ده الصح اللي احنا بنعملوه، وهو ده الصح اللي احنا لازم نعملوه عشان خاطر ما نخسروش ولادنا. وربنا معانا جميعا يا رب، وكل سنه وانتم طيبين تاني، ونعاد علينا يا رب دايما بالخير والصحه والعافيه. وبشكر كل البنات الامارات اللي في صفحتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.